بقول لك يا ام مصطفى، الراجل دوت بيقولوا عنده حاجات حلوه قوي. والله. والله. طب انت عرفتي منين؟ انا جربته قبل كده، جربته في حاجه واحده بس، خلاني اجي له كذا مره. تمام. ايه رايك بقى قولي لي. طب تجربي؟ نبدا بايه عشان كل نجرب حاجه بقى. احلى من اللي قبلها، مش عارفه تعالي. ايه احلى من ايه وايه قبل ايه انا بصراحه. عايزه اقول لك على حاجه. بقى شوفي لي ما هذا الجمال، ما هذا الجمال بجد. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، ايه الخلطات الحلوه دي لعشاق الجبنه القريش واللي بيعملوا دايت. جبنه قريش بالفلفل الالوان بالزيت الزيتون بحبه البركه. ايه الجمال ده يا جماعه بجد، مش هتملي منها، مش هتملي منها حرفيا. تعالوا بقى نشوف المش اللي بالطحينه اللي جاهز على طول على الاكل، حاجه كده الله اكبر عليها ما شاء الله اللهم بارك. تعالي بقى نشوف برضو المش السبايسي بالفلفل السبايسي والفلفل الالوان. تعالوا يا جماعه شوفوا ما شاء الله، الحاجه بتتكلم عن نفسها، الحاجه بتزغرط في العلبه ما شاء الله اللهم بارك. الجمال ده يا جماعه، انا عايزه العلبه دي لوحدي. انا من عشاق الشطه يا جماعه ومن عشاق المش. هنعمل رقاق وهنعمل بيتزا وهنعمل جلاش وهنعمل حاجات كتير قوي. طب بايه؟ مش لازم بلحمه، هنعمل بالجبنه دي، خلطه الميكس الرهيبه دي يا جماعه. جبنه رومي على جبنه شيدر على زيت على زيتون على حبه البركه على فلفل الوان، خلطه كده مش هتحتاجي ان انت تعمليها، تاخدي من العلبه تحطي في الرقاق او الجلاش او البشاميل براحتك ما شاء الله اللهم بارك. تعالي لي بقى في القشطه بجد، كريمه اللباني القشطه، حاجه كده وهم اقسم بالله بجد، انا مش بحلف كده ان هي فعلا وهم. تعالوا يا جماعه شوفوا القشطه دي مش قشطه، دي جبنه كيري مطرح الكريمه اللباني. يعني انت لو عايزه بتحطي كريمه لباني على البشاميل حطي دي، اوفر واحسن، حرفيا اوفر واحسن. انا بصراحه بجد يعني دقتها ما شاء الله اللهم بارك، ما بطلتهاش من عندي، جربيها مش هتندمي. وادعي لي بقى دعوه حلوه واشكريني على الفيديو ده عشان انا جايبه لك حاجه من الاخر. احنا فين بقى دلوقتي؟ احنا في شركه الصفا عند استاذ رمضان عدس. شركه الصفا عند استاذ رمضان عدس، اصل الجبنه ده من زمن الزمن يا جماعه، من جدود الجدود، من 1950. يعني انا جايبه لك ناس دارسه وفاهمه وعارفه، مش اي كلام. اشهر حد بيبيع جبن في مصر. زي ما انا قلت لكم كده يا جماعه، احنا عند استاذ رمضان عدس، اشهر واحد بيبيع جبن في مصر واحسن واحد بيبيع جبن في مصر وعلى ضمانتي. الراجل ده يا جماعه بيبيع كل حاجه نظيفه وتحفه بجد، مش هتدفعي فلوسك في الارض. عنده جميع انواع المخللات، عنده الرز الهندي، عنده الزبده البلدي، عنده الزبده الطبيعي اللي هي الصفراء اللي هي روتانا يا جماعه، اغلى نوع زبده واحلى نوع زبده. عنده العسل الابيض، عنده ده زي ما قلت لكم الرز الهندي ده يا جماعه، البسمتي اللي هو احلى نوع رز بسمتي بيبيعوا يا جماعه فعلا. عنده بقى يا جماعه انواع كل حاجه برخص التراب. يعني علبه البلوبيف بتجيبيها من بره ب 120، عنده ب 100. مش عارفه الجبنه البراميلي مش عارفه ب 100 وكام، لا عنده ارخص بكتير، ب 10 20 جنيه هتلاقيها اوفر وارخص بكتير. شايفين يا جماعه؟ دي زبده روتانا يا جماعه اللي بنعمل بيها الكحك والبسكوت والبيتي فور، ريحته بتوصل لاخر الشارع من الزبده دي، حرفيا اغلى نوع زبده واحلى نوع زبده، كل حاجه تمنها فيها يا جماعه. تمام. عنده جبنه الموتزاريلا، عنده جبنه الموتزاريلا الطبيعي، عنده الفارم فريتس، عنده العسل الابيض، عنده القشطه البلدي، عنده جميع انواع كل حاجه يا جماعه، ونضيفه حرفيا تحفه وارخص من بره. اي حاجه توفري فيها بال10 وال20 جنيه و50 جنيه كمان يا جماعه. بصوا يا جماعه القشطه تحفه يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك. بس قبل اي حاجه عايزاكي تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتقدري مجهودي وتعبي دوت يا جماعه عشان اجيب لكم مكان كويس. شجعوني يا جماعه، انا كل مره بلاقي اللايكات مش كتير ومش مفيش تفاعل، ليه مش عارفه، مع اني بجيب اماكن كويسه جدا واسعار كويسه جدا والله العظيم. استاذ رمضان عدس ده من جدود الجدود، يعني دارس وفاهم وعارف هو بيبيع ايه، حاجه كده في منتهى الجمال ما شاء الله اللهم بارك، حاجه نظيفه فعلا. وكل اللي جاب قبل كده وجرب يقول في الكومنتات، عشان عن طريق الفيديو، كل اللي شاف الفيديو وجه وجرب وشاف وداق وعرف، يا ريت يا جماعه تقولوا في الكومنتات. ده اللبن المكثف المحلى برضو ارخص من بره واحلى من بره، كل حاجه ارخص من بره واحلى من بره حرفيا يا جماعه. هسيبكم بقى مع الفيديو مع انا وام مصطفى واحنا بندوق الحاجه وبنقول لكم راينا فيها، وهقول لك بما يرضي الله تجيبي ايه وما تجيبيش ايه. قول. انا مجربه وضايقه قبل بجد بجد والله. طب جربتي الجبنه الكيري دي؟ نجرب نجرب عشان اعرف الناس. يلا يلا تعالي كده. عايزه بسم الله ما تبداي شاء الله. بايه؟
اجيب اللي لك انت إيه؟ عايزاه يا جهاد. انا عايزه ابدا اتفضلي كده بالكيري قولي. عشان قبل كده قالوا لي قشطه بجد. ما تقوليش بقى. طب تعالي. بجد والله العظيم. تفتح ازاي دي يا ام مصطفى؟ تعالى هساعدك. بسم يلا. الله بسم الله. افتح معايا يا جهاد. ايه يا جهاد؟ أهو. ده هي كريمه، ده قشطه يا جهاد. دي قشطه. قشطة. تعالي نجرب. بصوا يا جماعه، الله اكبر. دوقي كده وقولي لي رايك. الله اكبر ما شاء والله الله. العظيم عامل لكم زي تحفة. الشيف الشربيني بعد ما يدوق الحاجه. ايه بيقول ايه؟ ده بيقول حاجات كتير. الكيري يا جماعه بجد 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 قشطه. دي مش كيري، وانا برضو قايله لكم قبل كده هي علبه كبيره يا جماعه. 3 كيلو يا احمد ولا كام كيلو العلبه الكبيره؟ 3 كيلو. انت لو عايزه تاخدي كده، عايزه تاخدي العلبه كلها على بعضها خديها 3 كيلو. عايزه تاخدي كده وزن لك كيلو بقى، نص كيلو، ربع كيلو، ماشي الحال. قولي يا جهاد. طب انت عارفه طعمها، عارفه سعرها؟ لا لسه هنسال اهو. بيقول سعرها مختلف عن بره، سعرها ارخص من بره. بكتير. 140 كيلو. 140 يا حاج؟ 140 بس 140 يا جماعه. الكيلو ب 140. عارفه يعني الربع بكام والنص بكام؟ يعني حاجه كده ببلاش. بس الربع احنا بنبيعه ب 40، النص ب 70 والكيلو ب 140 بس عشان تكلفه العلبه. عشان العلبه، تكلفه العلبه. تمام. انا عايزه افرقكم يا جماعه. بصوا قشطه يا جماعه، مش جبنه كيري. حطها بقى على البشاميل، اختراعاتها كتير. اعملها سندوتشات كريمه لولادك لباني، بقى. دي كريمه لباني والله العيد العظيم جاي يا جماعه بقى يعني. ما شاء الله. طب ده عايزين ايه نشوف بقى؟ يا جهاد بقى القريش؟ الجبنه ده بقى، دي في حته ثانيه بجد انا ما جربتهاش دي قبل لا كده. لا لا مجربينها. حاجه. طب نجرب. ابيض يا جهاد. ما شاء الله. نجرب ماشي يا حاج رمضان. بصوا يا جماعه هجربها لاول مره والله واقول الحقيقه. ما شاء الله. بصوا يا جماعه، الزعتر فيها حبه البركه، الخلطه السريه بتاعتهم دي تحفه. زيت الزيتون بقى في حته ثانيه، مخلي الجبنه في حته ثانيه خالص. طب دي تنفع للدايت؟ انا مضايقاها يا جهاد وقايله تنفع للدايت دي؟ زيت زيتون. زيت زيتون. يبقى أكيد. انا عامله رجيم أكيد والله أكيد. وخسيت اهو شويه. جبنه قريش وزيت زيتون بتاعت لا الدايت جميله. حبه إيه البركه رأيك؟ كمان يا جماعه والله مديها تست عالي قوي. الله اكبر ما شاء الله. جبنه قريش يا جماعه، بتوع الدايت يجوا ياخدوا يا جماعه منها وانتم مغمضين. في منها علبه كبيره برضه هفرجكم عليها، بس شوفوا الفيديو الاساسي بقى. عايزين نشوف بقيه الشغل يا جهاد. طب هنجيب ايه تاني؟ عايزه ايه انت تاني؟ بصي انا مجربه كل حاجه. تيجي نبدا باغلى حاجه. انا مجربه كل حاجه. اغلى حاجه هنبدا باغلى حاجه البسطرمه. يلا مع تعالي ان يلا عنده بينا. اصلا مش غاليه. ما شاء والله الله. مش غاليه. لو لف السوق بين السورين كله مش هيلاقوها بالجوده تعالوا بقى دي يا جماعة. بالسعر ده. ولا اقول لك يا جهاد ولا نظافه. انت جيتي بقى وشفتي شايفين يا حاجة جماعه رمضان والنظافه هنا. الحاجه متغلفه ازاي؟ ما شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك. بصوا يا جماعه دي البسطرمه مستويه. اغلى حاجه، بس هنا مش اغلى حاجه، هنا ارخص مكان في السوق كله وقارني اسعار، قارني السعر بره بهنا قبل ما تيجي. انا واثقه انا بقول لك ايه. ما شاء الله يا جماعه. تعالوا بصوا بقى. الحاجه عامله ازاي. حته بفتيك يا مستوية. جماعه. ما شاء الله. حته بفتيك. ايه رايك يا جهاد؟ ايه رايك؟ بص الرأي باين خالص، الرأي باين على وشك خالص. والله العظيم تحفه. انا ضايقاها حته برضه. لحمه جميله يا فعلا جماعه. يا بجد حته يا جماعة. لحمه. ما شاء الله. دي بالنسبه للبسطرمه. قلتي بقيه المنتجات اللي عندهم هنا؟ لا بصراحه مش كله. كلي بقى الجبنه اللي هي الفلامنك يا جهاد. الله اكبر عليها. ولا اللانشون المدخن، الفراخ المدخن برضه الله اكبر عليها. طب تعالوا يا كل جماعه. المنتجات هنا تحفه بجد يا جهاد. والله يا جماعه انا بقول الحقيقه اقسم بالله وما حد هينفعني. انا بقول الحقيقه. اهم حاجه هنا عندهم انا النظافة. عاشقه للجبن. اكتر حاجه بحبها الجبن والفاكهه. اكتر حاجه بحبها الجبن والفاكهه. ما شاء الله. يعني ما تاكلينيش اكل بس اكليني جبن. تعالوا بقى يا جماعه ندوق الفلامنك اللي ام مصطفى بتقول عليها. لا ما شاء الله بجد يا جماعه. شيدر. سوري ده معلش يا شيدر جماعه الشيدر. سوري ده شيدر. معلش. انا مفكراها بس شبه الفلامنك فعلا. انا هي افتكرتها الشعرية فلامنك كده، والله. لخبطتني خالص. ما شاء الله. دوق يا ام مصطفى. لا ضايقه يا جهاد والله. دوقي انا بس. ضايقه والله. لسه البسرمه في ايدي انا ضايقه وعارفه الحاجه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يا ما شاء جماعه. الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله عليه. حاجه يا جماعه اعلى جوده هتلاقيها في بين السورين هنا يا جماعه. احنا في اكبر سوق يا جماعه للجبن، وانضف واجود حاجه تلاقي هنا عند دي الشيخ، شيدر؟ عند الحاج رمضان عدس يا جماعه. ده طب شيدر اقسم بالله نيوزيلندي. طعمها طعم الفلامنك. شيدر نيوزيلندي طعمها يا جماعه. طعم الفلامنك. اه اللي اغلى من الشيدر. اشهر محل يا جماعه هنا في بين السورين في الموسكي. ما شاء إيه رأيك يا الله جهاد؟ ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يا جماعه جوده وطعم وسعر ونظافه. حطوا تحتها 100 خط النظافه دي. تعالوا بقى في ما يا شاء جماعه الله. جبنه رومي بالفلفل وجبنه رومي ساده. جبنه رومي بالفلفل وجبنه رومي ساده، ودي انا دقتها قبل كده وفعلا فعلا تحفه. غير كمان شاء الله. سعرها ما شاء سعرها الله. مختلف خالص عن بره. عارفين يا جماعه الكيلو بكام؟ انت عارفه الكيلو بكام؟ لا ما اعرفش. الكيلو يا جماعه ب 260 جنيه بس. 260 جنيه بس. ما شاء الله. واراهنك لو لقيت السعر ده بره وانا ضايقاها وعارفاها مليون مره. ما شاء الله. فمش محتاجه ان انا ادوقها، هي فعلا حلوه. ما شاء الله يا جهاد. طب اللانشون بقى يا ام مصطفى جربتيه؟ اه في بالزيتون وفي كذا انواعه كتير. انواعه كتير. وعنده أنا التركي هجرب. كمان. وعنده التركي. عنده التركي. عنده موجود عنده. طب ده ايه؟ ده نوعه ايه؟ نوع تيست بس. تيست ساده. تيست ساده يا جماعه. طب تعالوا نجرب اللانشون مع بعض كده.
تعالوا يا جماعه خليكم معايا، الفيديو حلو جدا واسعار حلوه وجوده حلوه واشهر محل يا جماعه في الموسكي. شفتي بقى خلطه البيتزا اللي عاملينها عشان وكمان الجلاش احنا والرقاق. لسه الحاجه هنا كمان يا جماعه مش عشان بيبيع جبن مش هتلاقي، والموتزاريلا نعمل رقاق وجلاش بس لازم جبن بالخلطه السحريه دي يا جماعه، هقول لكم عليها دلوقتي، بس هدوق اللانشو. دوق يا موسى حبيبتي يا جهاد. بصوا يا جماعه ما شاء الله والله كل حاجه شاء هنا الله، عندهم ما شاء اللهم الله. بارك. بس ما انا شاء هاكل، الله. انا ما بحبش اكل تاكلي؟ قدام الكاميرا بس هاكل. اللانشو نضيف جدا يا جماعه، ما حدش يقول لك لانشو مش عارفه ايه، والله نضيف وتحفه. الحاجه باينه يا جهاد، حاجه ما شاء جميل. الله. دي بقى الخلطه تصاحبيها؟ السحريه اللي انت بتقولي عليها ام مصطفى، ايوه للبيتزا واللانشون والرقاق والجلاش. خلطه جبنه يا جماعه بحبه البركه بالزيتون المخلي، هتاخديها بقى تحطيها بقى حشو للرقاق. محتاجين الجبنه دي، هتعمليها بقى سندوتشات لاولادك في الايام دي وانت سهرانه كده مع حبايبك، اعملي سندوتشات تحفه تحفه بجد. تنفع للبيتزا والجلاش والرقاق. اكيد. فيها ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ ما انا لسه قايله زيتون زيتون وفلفل الوان وجبن مشكله، شرايح جبن مشكله ما شاء الله، حلوه مش قوي يا غاليه جماعه دي، خالص. والناس اللي كانوا شافوا فيديوهاتي القديمه عارفين الخلطه دي. الطبق ده بكام يا حاج رمضان؟ لا الكيلو بكام؟ نص كيلو ب 70، الكيلو ب 140. الكيلو ب 140 يا جماعه، منها عشان الناس اللي بتسالني في الكومنتات كتير. الكيلو ب 140 وعندهم العلبه الكبيره 3 كيلو يا حاج. العلبه الكبيره لو ب 420 لو عايزه تاخدها كلها على بعضها، لسه برضو هتشوفوها في الفيديو ان شاء الله. ما شاء الله. ماشي يا جهاد. لسه عندك بقى ايه تاني؟ الجبنه بقى البراميلي اللي بالفلفل. دي في حته ثانيه ما شاء الله يا جماعه. بصي بقى يا ام مصطفى بالله عليكي قولي رايك بصراحه، انت ست بقى لا بتكدبي وعارفه ربنا وكل حاجه. الحمد لله يا جهاد. بصي يا ام مصطفى والله يا جماعه لا بتكذب ولا بتالف ولا اي حاجه. ربنا يعزك يا جهاد. انا شهادتي مجروحه. تعالي نشوف ام مصطفى بقى، ست البنات وست الناس. شوفي بقى يا ام مصطفى اللي بالفلفل. بصوا يا جماعه انا بص بامانه انا دقت الاثنين تحفه. انا عايزاك انتوا تدوقوا تقولوا طيب تحفه يا جماعه. دي زبده بامانه، زبده حاجه كده قشطه قشطه يا جماعه. ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا عايزاك توريهم يا جهاد برضو. بصوا يا جماعه زبده. بصوا الدسم يا جماعه زي ما انتم شايفين. الله اكبر، الاثنين احلى من بعض ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده يعني ما شاء الله. تمام. لعشاق الشطه ايه رايك؟ بالفلفل فيه وساده فيه. الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. ايه رايك يا جهاد؟ تحفه تحفه ما شاء الله. احنا في اشهر محل يا جماعه في بين السورين في شارع بورسعيد جنب حمام التلات. بصوا يا حبايبي اركبوا يعني، بصوا مترو، اقرب مترو ليهم باب الشعريه، من هناك تمشي شويه كده من باب الشعريه هتلاقيه على شمالك. ولو انت جايه من ناحيه مديريه امن القاهره هتلاقيه على يمينك بعد الكوبري المشاء العلوي، كل الناس عارفينه. بعد رجب العطار الثاني يا جماعه اللي في شركه الصفا يا جماعه، شركه الصفا اللي يجي يقول يا من طرف ام مصطفى يا من طرف جهاد السعدني للحاج رمضان عدس. حاج رمضان عدس في مجال الجبن من والده وجده من 1950. بصوا يا جماعه بقى، بصوا يا جماعه المهنه يا جماعه، اصل المهنه. بصوا يا جماعه الكريز، اللهم بارك. الفلفل الكريز يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده بتلمع بتزغرط كده في ده قمر يا جهاد في الطبق، حاجه قمر. بتزغرط في الطبق والله. بصوا شكله يا جماعه عامل ازاي، زي الكريز، شكل الكريز. بصوا بقى الزيتون، الزيتون بانواعه بقى، مخلي وصحيح ما شاء الله. خليكم في الاسود جميل قوي والله كله حلو. والاسباني ماله؟ والاسباني وحش؟ الاسباني تحفه. هو كله احلى من بعض، بس انا حابه الكلمات يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك. تشكيله الزيتون كلها موجوده عندهم هنا. الله اكبر. ده كده الضغط عندك عالي ولا واطي؟ لا تمام الحمد لله. بص كده، بص الكلاماتا ده الكلاماتا ده ولا ده الدولسي؟ ده الدولسي، ده الدولسي، ده الدولسي يا جماعه. لسه هدوق وانا ما اعرفش. الاسباني برضو هنا اهو جايبينه. بصوا يا جماعه الزيتون الاسباني. اكلتيني يا جهاد كميه. والله العظيم الحاجات رائعه فعلا رائعه. ده اسمه دولسي يا جماعه، وده الاسباني ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. هنا الزيتون والحاجات دي اسعارها حلوه جدا. لو لفيت سوق بين السورين كله مش هتلاقي الجوده ولا اسعار ولا نظافه. الدولسي ده جميل قوي بامانه ربنا. تعالوا بقى شوفوا الليمون اللي بيزغرط برضه. ليمون بيزغرط اهو والله. مصطلحاتك عسل قوي يا جهاد. حاجه بتلمع كده وحلوه قوي والله العظيم تحفه. باين. بصوا يا جماعه دايبه دوب يا جماعه. بتقول لكم انا دايبه دوب، عايزه بس اللي ياكلها. لا احنا مش هناكل ليمونه كامله، انا هاكل نص. انا اكلت ملح كتير. نص بس. يا جهاد حرام عليك. تحفه. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي. الله، الحاجه بتتحدث عن نفسها يا جماعه. الحاجه باينه، مش محتاجه ان احنا نقول اي كلام ولا اي دعايه. انت مخلص الحاجه دي على البيت بجد اتفضل يا ولا حاج. ما بياخدوش في البيت؟ كفايه يا جهاد عشان الضغط يا جهاد. امسك كده. عندهم بقى الرومي. الموتزاريلا دي يا جماعه بصوا انضف شركات شغالين فيها. شغالين في الطحان وايه تاني، حاجه تاني شغالين فيه الطحان وايه تاني. 3 شركات محترمه. مش دي الطحانه؟ انا جربت الطحان تحفه يا جماعه ما شاء الله والله العظيم. ده يا جماعه
ده طبيعي 100%. طبيعي 100%. كم شركه يا حاج بتشتغل فيها طبيعي؟ دي الطحان وايه تاني؟ الطحان والحمض طبيعي. والحمد طبيعي يا جماعه. وعندك برضو النباتي لو حد عايز يعني موجود. عند النبات والزبده تمام. بس خليكي في الطبيعي، شوفي في نباتي بس خليكي في الطبيعي والله ما موجود شاء الله عنده كده اللهم وكده يا بارك، صح؟ جماعه. دي